بالفيديو السابق شاركتكم طريقة الكومي كيك اللي سويناها بعيد ميلاد آهو، واليوم راح أشارككم أشياء بسيطة سويتها على طاولة عيد الميلاد، خليكم متابعين. أول شي سويته طبعًا الشوكولاتة باسكت محشوة بالآيس كريم، جبت هنا أنا مبدئيًا عندي دارك شوكولات ذوبته على حمام مائي، وبعدين خليته على هذول قوالب الكب كيك، بعدين غلفتهم بالكلينج فيلم طبعًا. تقدرون تسوون أي شكل أنتم يعجبكم، خليتهم يبردون يعني بالثلاجة. هذا صار شكلهم، صاروا مثل باسكت. هسه أحشيهم بالأشياء اللي أنا أريدها، فروت أو أي شي. أنا خليت بيهم آيس كريم وحطيت عليهم صوص. تمام. هسه راح تشوفون شكلهم، وهذا هو كان شكلهم، وكانوا كلش كيوت وطيبين، الأطفال كلش حبوهم. بالنسبة للفكرة الثانية راح أسوي حلا بارد. طبعا عندي هنا أنا هاي الكاسات، خليت أول طبقة جلي بهالشكل، بعدين راح أخلي عندي هذا الكاستر. تقدرون تسوون الكاستر اللي انتم تصنعوه من الكاستر الباودر وهاي، بس أنا اختاريت إنه الأطباق البقية اللي ويا الكيكة على طاولة عيد الميلاد اختار إنه تكون سهلة، التركيز كله والتعب كان على الكيكة. المهم خليت طبقة الكاستر. هسه راح أخلي طبقة فواكه عندي معلبة، خوخ معلب أو حتى تقدرون تخلون فريش، أي شي يعجبكم. بعدين خليت فراولة بهالشكل، شكلهم كان كلش كيوت. هسه نجي على طبق الفواكه. كل فيديو أحرص إنه أقدم لكم الفواكه بطريقة مختلفة، طريقة كيوت الأطفال يقدرون يحبوها وياكلوها ويا الأطباق البقية. المهم سويت الأناناس بهالشكل، قطعته بشكل مائل، بعدين راح أرجع أطلع الأناناس وقطعة كيوب وأرجع أرجعه مثل ما تشوفون بالصور. شكلهم كان كلش كيوت. وهاي كانت طاولة عيد الميلاد مثل ما تشوفون. وهنا مثل ما تشوفون كانت كلش فرحانة ومنبهرة بالكوميك كيك. هواي كانت حابة الكوميك كيك، الحمد لله سويته. شوفوه بالفيديو السابق، ولا تنسون تتابعوني على الانستغرام. راح اخلي لكم الانستغرام هنا على اليمين او على اليسار، شوفوا. وهنا حبيت اراويكم الكيكة من الداخل، اللاير مالتها. الكيكة كانت خرافية، كلش حبيتها. ما تنسون تتابعوني وتخلوا لي لايك وشيروا الفيديو اذا عجبكم. اشوفكم فيديوهات جديدة. باي.